السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تعالى نعمل النهاردة تتبيلة بانيه تحفة جدا جدا. وهنقلي النص كيلو بانيه، يعني ده نص كيلو هنقليه بمعلقة زيت واحدة مش أكتر من كده. تعالى نسمي الله ولايك وشير وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا نبدأ مع بعض ونشوف الخطوات. معايا هنا نص كيلو بانيه غسلاه كويس بالملح والليمون، نقعاه كويس وشطفته كده وصفيته وحطيت عليه معلقة من الفلفل الأسود، معلقة من الملح، معلقة من البابريكا، معلقة من الكركم، وورقتين من اللوري، ومعلقة من الخل. تمام، هندعكم. بصوا يعني لازم تدخلي كده البهارات كلها في قلب البانيه أو القطع بالطريقة ديت، بحيث ان هو ايه يتشرب منها كله. تمام، ونسيبها منقوعة. انا مش مسبتهاش كتير يعني في نقعة التتبيلة ديت يعني، يا دوبك بس جهزت الحاجة وبدأت على طول، ما طولتش، بس بجد كان طعمها حلو جدا جدا. و... وكنت منزلها لكم في فيديو المحشي، بس ما كنتش منزله لكم الطريقة، قلت عشان ما اطولش عليكم الفيديو كده، وقلت هنزل لكم الفيديو بتاعها. تمام، هنجيب بصلايه، طماطمايه، قرن فلفل، وورقتين من النعناع. تمام، وهقطع كده البصلة على 4 تربع يعني. هو انا كنت قطعتها اصلا بايديا بالسكينة، سهلة جدا جدا، بس قلت اجرب القطاعة دي. طلعت عيني شوية، وما قطعتليش برضو زي ايه يعني، مسكت فيها البصلاية، متفهميش ايه اللي حصل يعني. المهم هقطعها كده وهتقطع برضو الطماطمايه. انا عايزاها يعني، بصوا ممكن تقطعي الطماطم على مثلا 6 شرايح كده، يعني طوال كده، والفلفل حلقات كده، والبصل برضو ايه برضو مربعات صغيرة كده. تمام، هقطع برضو الطماطمايه دي كده، وهقطع قرن الفلفل، وهنشوفوها هنعملوها بمعلقة من الزيت. هتطلع معانا البانيه تحفة، هيعجبه جدا جدا، ومش دسم كده ولا تقيل ولا مقلي ولا فيه بقسماط ولا مقلي في زيت كتير ولا كلام من ده، ومش تقيل على القلب اصلا. تمام، هنقطع كده برضو قرن الفلفل. ما تنسوش اللايك اللي بيرفع الفيديو، وادعموا القناة، وربنا يكرمني ويكرمكم ويكرم أمة محمد أجمعين يا رب. كده حطيت النعناع على البصل على الطماطم وعلى الفلفل، وكده ايه خلصتهم. هحط بقى ايه جريل كده على النار، وهحط فيه معلقة من الزيت، هي معلقة واحدة بس، مش هحط اكتر من كده، عشان خاطر هدعكها كده ايه بالفرشة كده في الجريل كله يعني هيت. تمام، وزعت كده المعلقة، وهبدأ انزل بقى بالخضار بتاعي اللي مقطعه. ممكن تحطي بقى فلفل الوان كده، يعني بجد حلو جدا. يعني حسيت بفرق الطعم، وحسيت بطعم البانيه كده وبطعم تتبيلته البسيطة برضو، ان هي مش مقفورة كمان. يعني كله كان ما شاء الله طالع حلو. بسم الله، هنحط كده ايه البانيه في الجريل كده. برضو حطيت كده الخضار الاول زي تشويحة كده، وخدته على جنب. وطبعا بقلب برضو في الخضار ده وهو موجود كده، بحيث ان هو ايه ما يتلسعش من جنب واحد. انا عايزه يدي لون حلو كده، عشان انا احطه في الطبق مع البانيه يدي شكل حلو. تمام، احط كده كمان قطعه في الناحيه دي كده. عايزه اقول لكم البانيه مش بياخد وقت، يعني على طول بياخد بيشم النار كده، بيبدأ ان هو ياخد لون ويخش في السوا. يعني اكنه هو يعتبر مشوي على فكره، بيبقى جميل جدا وصحي جدا. لو انت مثلا بتعملي نظام اكل او دايت او كده، حلو جدا جدا الطريقه دي. هقلب برضو البانيه كده يعني، وحطيت يعني وسعت كده وحطيت قطع كمان، بحيث ان انا استغل الجريل، ما يبقاش قطعتين ولا حاجه فيه بس. بصوا بقى خد لونه بقى تحفه ازاي، بصوا لونه جميل جدا يفتح النفس، وريحته حلوه قوي وطعمه جميل. جربوا الطريقه دي بجد هتعجبكم وهتعتمدوها ان شاء الله. كده خلصت بقى الكمية بتاعتي، وحطيت الخضار كده جنب حوالين كده البانيه. يا رب الفيديو يعجبكم، تكونوا استفدتوا منه وتجربوه ان شاء الله ويطلع معاكم تحفة. بصوا السوا من جوه كمان جميل جدا، تحس بطعم البانيه كده، مش اكنك بتاكل بقسماط بس. استنوني فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.